ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ يلا هبدأ الفيلم ومش هطول عليك. بيبدأ الفيلم سنة 1947 مع اندي دوفرين، وبيكون نائب مدير بنك وفي المحكمة بتهمة قتل مراته وعشائها مدرب الجولف، ودوفرين ما بيكونش فاكر تفاصيل الحادثة علشان كان سكران، والمحامي واقف وبيفضل يتهم فيه ومعاه أدلة قوية بتثبت اللي حصل، وبيقول للمحامي ان المسدس اللي اتقتلوا بيه خزنته اخرها 6 طلقات بس، ولكن هم اتقتلوا ب8 رصاصات، يعني بعد ما خلص الخزنة عليهم حل بيهم برصاصتين كمان. وبيكمل المحامي وبيقول ان دوفرين قال ان مسدسه رماه في النهر ليله الحادثه، والشرطه نزلت دورت عليه ما لقيتوش خالص، وما بيكونش فيه اي مفر لدوفرين من توقيع العقوبه عليه، علشان كده المحكمه بتحكم عليه بالسجن المؤبد. بعد كده بنروح لريد قدام لجنه سجن شاوشانك، وهي اللي بتقرر هل يفرجوا عنه ولا لا، ولكن كعادتها بترفض الافراج عنه، وبيكون ريد هو الشخص اللي بيقدر يدخل اي حاجات غريبه السجن يا صديقي. وبعد كده بيتراهن هو واصحابه على مين في المساجين الجداد اللي هينهار على طول، وريد بيكون شايف دوفرين وحس انه ضعيف فبيراهن ب10 سيجارات عليه. وبعد كده بنروح لمدير السجن نورتن وهو بيستقبل المساجين ومعاه قائد الحرس، ونورتن بيقول لهم السجن ده ليه قوانينه وواجب عليهم انهم يحترموها، وكل واحد فيهم بيستلم الكتاب المقدس ومعاه لبس السجن، وبيتوزعوا على زنازينهم وبيقضوا اول ليله ليهم في سجن شاوشانك، وبتكون اصعب ليله عليهم ومعظم المساجين بينهاروا في الليله دي. ودوفرين بيكون هادي جدا، وريد كده بيكون خسر رهان، وبيطلع النهار وهايوود بيكون مبسوط علشان راهن على التخين وهو اللي نهار فعلا في اول ليله ليه، وبياخد اللي اتراهن عليه، ولكن فرحتهم ما بتكملش لما بيعرفوا انه مات بسبب ان النقيب كسر دماغه ومات بعدها في المستشفى. دوفرين بيحاول انه يتأقلم مع السجن وياخد عليه قليل جدا لو اتكلم مع حد. بعد حوالي شهر بيقرر انه يروح يكلم ريد وبيطلب منه مطرقه صغيره. ريد بيقول له انت عايزها ليه؟ مش يمكن عايزها علشان تحفر بيها نفق وبعد كده تهرب منه؟ دوفرين بيقول له لما تشوفها هتعرف ان مستحيل حد يحفر بيها لانها صغيره جدا، وانا من صغري بحب حفر الصخور والنحت عليها وعايز امارس هوايتي تاني. فريد بيوافق وبيقول له هجيبها لك، بس بحذرك ان الحراس بيفتشوا كل يوم ولو شافوها هياخدوها، وكده كده انا هجيبها لك برضه. ودوفرين بيقول له تسلم يا وحش. ريد بينجح وبيدخلها السجن بطريقته وبيشوفها وبيضحك وبيقول ان دوفرين كان معاه حق وان مستحيل حد يحفر بيها نفق، وبيسلمها لبروكس مسؤول توزيع الكتب وبيوصلها لدوفرين. وبعد كده بيشتغل في مغسله السجن وبيتم الاعتداء عليه كتير من باجز ورجال، لكنه في اوقات كتير كان بيقاومهم. وبعد كده بنروح لسنه 1949 والحكومه بتقرر انها تدهن سطح المصنع بتاع السجن، ومسموح ل 12 مسجون بس للتطوع في العمل لمده اسبوع واحد والمقابل علبه سجاير لكل حارس. وبيختاروا جماعه ريد كلها ومعاهم دوفرين، وهم بيدهنوا السطح. دوفرين بيسمع قائد الحرس بيقول ان اخوه مات وساب له 35,000 دولار، ولكن لو سحبهم هياخدوا منه ضرايب كتير وهتتخصم وتروح للدوله، وانه مش هياخد منهم الا السنتات بس. فدوفرين بيروح له وبيقول له انت بتثق في مراتك، ولكن قائد الحرس بيمسكه وبيكون عاوز يزقه من على السطح، بس دوفرين بيقول له لو انت بتثق فيها هتاخد ال 35,000 دولار كاملين عن طريق انك تحولهم لمراتك، علشان الدوله ما بتاخدش ضرايب من الستات، فعلشان كده هتعوز محامي، وطبعا المحامي هياخد فلوس كتير برضه، وانا هعمل لك كل ده مقابل ازاز بيره لزمايلي اللي على السطح. وكده الحرس بينفذ الاتفاق مع دوفرين فعلا، ومن بعدها كل العمال بيرتاحوا وبيشربوا براحتهم ولا كانهم على سطح واحد صاحبهم يا صديقي، وبيكونوا اول مره يحسوا انهم احرار تاني. بعد كده دوفرين بيحفر اسمه على حته الزنزانه بتاعته، وبيروح لريد بيقول له انه عايز بوستر ممثله علشان يعلقها على الجدار في زنزانته. ريد بيقول له ماشي هحاول، ودوفرين بيتعرض للاعتداء تاني من باجز ورجالته يا صديقي، والمره دي دوفرين بيقعد شهر يتعافى في المستشفى، وباجز بيتحبس اسبوع في السجن الانفرادي. وبعد الافراج عنه بيستقبله قائد الحرس وبيضربه لدرجه انه مش بيخليه يمشي على رجليه تاني، وبكده ما بقوش هيعتدوا على دوفرين تاني. وبنروح لاصحاب دوفرين بيكونوا بيجمعوا صخور علشان يستقبلوه بيها لما يخرج من المستشفى مع بوستر الممثله اللي طلبه من ريد. بعد كده بيحصل تفتيش في السجن بامر من مدير السجن، وبيدخل زنزانه دوفرين وبيقول له انا سمعت مهاراتك في الحسابات والبوستر ده هعمله لك كاستثناء هنا، مع انه المفروض ما يكونش موجود اصلا. بعد كده المدير بيستدعيه في مكتبه وبيقول له انا هنقلك من المغسله للمكتبه مع بروك علشان انت مثقف وكده، وبروكس بيعرفه على المكتبه وتقسيمات الكتب اللي فيها، وبيجي له واحد من الحراس وبيكون عاوز منه مساعده في امور الماليه بتاعته. وبعد كده دوفرين بيفضل يبعت خطابات لمجلس الشيوخ كل اسبوع علشان يطور المكتبه، وبيروح لقائد الحرس وبيعرف انه للاسف لسه محدش رد، وعلشان انه كويس في الحسابات بيقرر انه يظبط الحسابات الضريبيه لحراس السجن والمدير نورتن. وفي موسم تحصيل الضرايب الشغل زاد عليه جامد، تحس انه موظف مش مسجون، وبيساعده في كده ريد. وبيجي لهم خبر ان بروكس بعد ما اتسجن لمده 50 سنه هيطلقوا سراحه. شوف يا صديقي بقى الراجل وتعلقه بالمكان لدرجه انه حزن جدا على الخبر ده، وبيحاول يقتل هايود علشان يجدد لفتره تانية لان ملوش حياه ولا مكان ولا اصحاب ليه بره. وبيودع بروكس سجن شاوشانك اللي قضى فيه اغلبيه حياته يا صديقي، وبيتم اطلاق سراحه، وبيحاول يتاقلم على الحياه بره السجن لكن بتكون صعبه عليه شويه، وبيكتب رساله لدوفر وزمايله بيودعهم فيها قبل ما يشنق نفسه وينتحر، وبيكون حافر على الحيطه جمله بروكس كان هنا، وبينتحر وبيتوكل على الله. وبعد 6 سنين لما مجلس الشيوخ اخيرا بيستجيبوا لدوفرين وبيبعتوا له كتب مستعمله وحاجات متنوعه مع شيك ب 200 دولار، وبيكتبوا له خف بقى عننا شويه. فدوفرين بيقرر انه
بيبعت لهم جوابين في الاسبوع الواحد، وبيكون من ضمن الحاجات المتنوعه دي اسطوانات موسيقيه. فبيقفل على نفسه المكتب وبيشغلها، فبتكون مقطوعه اوبرا على ميكروفون السجن، وكل المساجين بيسمعوا الاوبرا. فبيروح لمدير السجن وبيزعق فيه وبيعاقبه باسبوعين حبس انفرادي، وبعدها بيخرج. وبنروح لريد، وكالعاده بيتم رفض اطلاق سراحه من لجنه السجن، وبيكون عدى على دوفرن 10 سنين في السجن. بعد كده بنكون في سنه 1959 مجلس الشيوخ بيستجيب مره تانية علشان كان بيفضل يبعت لهم جوابين اسبوعيا، وعلشان كده قرروا ليه ميزانيه سنويه ب $500. فدوفرن بيقرر يستغلهم في تجديد المكتبه وتوزيعها، وانه يشتري كتب متنوعه. بنروح لسنه 1963 وبيكون دوفرن حول مخزن السجن المهمل لافضل مكتبه سجون في محيط سجن شوشنك. وبنروح لمدير السجن وبيقرر انه يستغل المساجين اكتر عن طريق تشغيلهم بره السجن بهدف تقويمهم واعاده تاهيلهم مره تانية. وفي سنة 1965 بيجي مسجون جديد اسمه تومي ويليامز، بيكون مسجون في سطو مسلح، وبيكون محكوم عليه ب2 حبس، وبيكون دمه خفيف، فعلشان كده بيتعرف على ريد واصحابه وبياخد عليهم بسرعة. ودوفرين بيساعده انه ياخد شهادة زي الثانوية كده. وبيعرف تومي ان دوفرين مسجون علشان قتل مراته وعشقها. تومي بيتصدم لما بيسمع ريد وهو بيحكي لدوفرين ان كان مسجون من 4 سنين مع قاتل، وانه بيتباهى بجرايمه. وسمعوا في مرة بيقولوا ان قتل واحدة وعشقها مدرب الجولف ولفق التهمة دي لجوزها. فدوفرين بيسمع القصة وبيروح للمدير على طول، بيقول له على اللي حصل من تومي، ولكن المدير ما بيصدقوش وبيأمر الحراس انهم يحبسوه في الحبس الانفرادي لمدة شهر. بعد كده المأمور بيستدعي تومي علشان يتكلم معاه بالليل بره السجن، وبيسمح للحراس انهم يخرجوا، وبيكون متفق مع قائد الحراس انه يخلص عليهم علشان يبان انه اتقتل وهو بيحاول الهروب من السجن. بعد كده بيروح مدير السجن لدوفرين وبيبلغه باللي حصل، فبيقول له مش هقوم بغسيل الاموال تاني علشان كيس البرسيل غلي ني ها ها ها. فالمدير بيقول له مش هتوقف اللي بتعمله الا هشيل الحمايه عنك في السجن، وبعدها هسلمك للعصابات يعملوا اللي عايزينه فيه، وغير كده هحرق لك المكتبه بكل الكتب اللي فيها، وبيأمر بحبسه شهر انفرادي كمان. وبعد خروج دوفرين من الحبس الانفرادي بيقول لريد عن حلمه، وهو انه يسافر المكسيك ويشوف المحيط الهادي، وبيتمنى انه يقعد هناك بقيه حياته ويفتح الفندق بتاعه اللي بيطل على الشاطئ. فبيقول لريد انه لما يخرج من السجن يروح حقل تبن قريب من منطقه بوكستون عند اكبر شجره بلوط هناك، وهيلاقي تحتها صخره مختلفه ومميزه يحفر تحتها وياخد اللي يلاقيه. ودوفرين ما بيرضاش يقول له هو دافن ايه هناك. بعد كده دوفرين بيشتغل تاني مع المدير غصب عنه، وما بيكونش ناسي اللي حصل لتومي منه. فبيخلص شغله وبيرجع على اوضته اخر الليل، وريد بيكون خايف على دوفرين علشان نعرف انه خد حبل من هيود وقلقان لا ينتحر زي بروك. وبيجي الصبح وكل المساجين بيخرجوا من زنزانتهم الا دوفرين، وبيختفي من زنزانته ما بيكونش ليه اي اثر. المأمور ما بيكونش عارف اختفى ازاي وبيجادل في كده، فبيدخل زنزانته وبيمسك حجر من بتوع دوفرين وبيرميه على بوستر الممثله، وبيتفاجئ ان الاحجار ما بتردش تاني وان البوستر بيتقطع، معنى كده ان في فراغ ورا البوستر. وبيكتشف المدير النافق اللي عامل دوفرين ورا البوستر، فبتيجي دوريات الشرطه وبتنتشر في كل مكان حوالين السجن. بعد كده في سنه 1966 بيكون دوفرين هرب من سجن شوشنك، واللي لقوه بيكون لبس السجن ومطرقه صخور صغيره. وبدا الموضوع لما حفر دوفرين اسمه على الحيطه، وبسبب انه كان على علم بالجيولوجيا قدر انه يحفر نفق في اقل من 20 سنه، والمفروض كان يستغرق 600 سنه. وكان بعد الحفر يخرج بره وينقل ركام الحفر في فناء السجن. وعلشان ينتقم لتومي بدل دفتر حسابات المدير بكتاب الانجيل، واخد الدفتر الاصلي وهرب بيه، ولبس بدله المدير وجزمته وعليهم هدوم السجن، وبيدخل زنزانته وبيقلع البدله والجزمه، وبياخد دفتر الحسابات وبيحطهم في شنطه علشان يحافظ عليهم. وبدا خطته ودخل من النفق اللي عمله ووصل لاخره عند انابيب الصرف بتاعه السجن، فبيساعده صوت الرعد في اخفاء صوت كسر الانبوبه وبينجح. وبعد كده بيسحب في الانبوبه 500 ياردة زي مسافه 5 ملاعب كره قدم كده، لغايه ما وصل بره السجن خالص، وبيحس انه حر لاول مره من زمن طويل. وفي نفس الوقت اللي بيكتشف فيه مدير السجن اختفاء دوفرين، بيكون دوفرين راح البنك المركزي ومعاه كل الورق اللي بتثبت انه راندل ستيفنز صاحب كل الايداعات بتاعه نورتن، وبيسحب كل فلوسه من اكتر من بنك في نفس اليوم، وبيبعت دفتر حسابات المدير لصحيفه مشهوره، وبيصدر امر بالقبض على نورتن. فبيجري على دفتر حساباته وبيلاقي كتاب الانجيل الخاص بدوفرين، وبيكون محفور فيه مكان اختفاء المطرقه. فبيروحوا له علشان يقبضوا عليه، ولكنه بينتحر قبل القبض عليه. وبيتعرض للثالث مره على لجنه السجن الخاصه بالافراج، واخيرا بعد 40 سنه سجن بيتم اطلاق سراحه. وبيروح لنفس الاوضه اللي كان فيها بروك، وفكر في الانتحار زيه لكن ما بيرضاش علشان ينفذ الوعد اللي وعده لدوفرين. فبيسافر له وبيروح المكان اللي قال له عليه عند شجره البلوط، وبيلاقي الحجر اللي قال له عليه. فبيلاقي تحته علبه بيفتحها بيلاقي فيها فلوس وجواب كاتبه له دوفرين، بيقول له فيها استناك عند المكان اللي قلت لك عليه علشان عايزك تساعدني في اداره مشروع جديد يا ريد. بعد كده بيقرر انه يروح له، وقبل ما يمشي بيقرا جمله بروكس كان هنا، فبيكتب جمله وريد كمان. وبعد كده بيسافر ريد لمكان دوفرين، وفعلا بيوصل له وبيلاقيه هناك، واخيرا بيقابله. وبكده الفيلم خلص يا صديقي. اتمنى لو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة واعمل لايك للفيديو وكومنت حلو، انا بقراهم كلهم، وشير لو حبيت، واشوفك الفيديو الجاي. بالسلامة.